بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى يا جماعه هعمل معاكم طريقه جميله جدا وخفيفه قوي، وكل الناس في البيت اطفال كبار كله هيحبها جدا. والطريقه دي معايا حصري وحلوه جدا. احنا بقى في موسم المانجا، هنستغل بقى معانا المانجا بتاعتنا الحلوه الزبديه الجميله ونعمل بقى احلى كنافه بالمانجا بناء على رغبه بعض الناس. انا عملت كنافه بالمانجا قبل كده بس ما عملتهاش كامله معاكم، بدأت اصورها من نصها، فناس كتير قالوا لي عايزين الطريقة تاني من اولها، وعملت معايا مشاهدات كتير. دلوقتي احنا جبنا نص كيلو كنافة وحطيته في التلاجة في الفريزر قبلها بيوم، وبعد كده طلعته وكسرته حتت كده زي ما حضرتك شايفة بالظبط. جبت معلقة زبدة كبيرة ومعلقة سمنة جنة وحطيتهم على بعض وضفتهم على بعض، وبعد ما سخنوا معايا والصينية سخنت معايا جامد، حطيت فيها الكنافة، قلبتها كويس جدا بالمادة الدهنية اللي هي الزبدة مع السمنة، وهنفضل نقلب فيها زي ما حضرتك شايفة كده. معلش هنستحمل مع بعض ان احنا نقلب شوية كده، بس مش هينفع ان احنا نسيبها عشان لو سيبناها هتلهف منك وممكن تحرق معاكي. احنا عايزينها كلها تاخد لون واحد، لون يكون ذهبي جميل كده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله. شايفين ما شاء الله بدأ اللون ياخد معانا لون كده ذهبي. على فكرة الكنافة ديت الطريقة دي حلوة جدا بجد، وبتتباع غالية جدا جدا في كل المحلات بتاعة الحلوانية. وعلى فكرة لو عملتيها هتحسي ان انتي بتاكلي ايس كريم بالكنافة بالمانجا، هتعجبك خالص. يعني انا ما شاء الله ما بعملها، يعني ممكن على اما احطها في التلاجة كده واعمل كام حاجة كده ابص ما لاقيش، خلاص ما بقاش يبقى لي حاجة، الاقي ولادي الحمد لله يعني الف هنا وشفا يا رب كلوها لانهم بيموتوا فيه. جميلة جدا، خدت معايا اللون الذهبي كده. ابدا اقلب بنفس الطريقة واحاول ان انا وانا بقلب اعمل بالمعلقة زي ما بعمل كده علشان لو في حاجة مكلكعة ولا مع حاجة تتكسر معايا وتبقى كلها مفروتة معايا انا عايزاها كده. وبعدين اللهم بارك جبت 3 معالق كبار سكر وطحنتهم في الكبة وعملتهم سكر بودر كده زي ما حضراتكم شايفين، وحطيتها عليها وابدا اقلب برضو وهي على النار كده، واقلب كويس على نار متوسطة. ويفضل لو تعمليها في صينية ألمونيا كده علشان ما تلهفش منك، وتبقى انا عايزاها تبقى اللون الذهبي اللي حضرتك شايفاه ده. وعلى فكرة بقى والله العظيم يا بنات فعلا لو عملتي الطريقة ديت مش هتسليها، هتحبيها جدا وجميلة وخفيفة وسهلة جدا كمان. دلوقتي بقى احنا جبنا الكنافة وقلبناها معانا كده في اي حاجة عندك كده، وممكن على فكرة تعمليها في نفس الصينية مفيش اي مشكلة وتسيبيها تبرد شوية. بعد ما بردت معايا الكنافة حطيتها بالطريقة دي زي ما حضرتك شايفة كلها على بعض، وبعدين بلفها مع بعض لفة دائرية كده، وهدورها كأنها قرص معانا بالظبط بنفس الشكل كده. هحاول ادورها كده واخليها كأنها قرص مدور، قرص كنافة مدور. بس برضو ما ينفعش ان انا اعملها قرص. الكنافة دي لازم تكون مفروتة كده مع المانجا والكريمة، بتبقى جوسي كده تحفة. اللهم بارك، تحفة يا جماعة. انا اللي كبة عندي بوظت، عملت الكريم شانتيه على ايدي والمانجا دي كمان قطعتها، وبعدين بعملها بالمضرب كده على ايدي. كنت بضربها في الكبة ضربة كده، لو انتي تضربيها في الكبة مفيش اي مشكلة، بس من غير اي مية ولا اي حاجة. ممكن بقى تحطي معلقة سكر بس عليها لو انتي بتحبي الحاجة مسكرة قوي، لكن لو بتحبيها مظبوطة بلاش، هي كده مية مية يعني. وبعدين المانجا اصلا الزبدية بتبقى ما شاء الله اليومين دول مسكرة وحلوة. الكريمة هتحطي بقى الكريمة على وش الكنافة كده وتبدأي توزعيها كويس، وهي حتى لو بتطلع معاكي الكنافة في الكريمة مفيش اي مشكلة، هي كده كده اصلا احنا عايزين طبقة كريمة وطبقة كنافة، طبقة كنافة وطبقة كريمة وبعدين فوق طبقة مانجا.
وهتلاقيها حاجة كده اللهم بارك تحفة ما شاء الله. يا رب تعجبكم الطريقة، جميلة ولذيذة وخفيفة. وده بقى موسم المانجا ولازم تعملوها لولادكم وتفرحوهم، هيحبوها جدا جدا جدا. واي حد، ولو عجبك بقى ضيف، عايزه اقولك ان هي حاجه بقى قيمه وشيك جدا، وممكن تعمليها كهديه كمان لو انت رايحه لحد تعمليها. صدقيني بتتباع غاليه جدا جدا جدا. شوفي في عند اي محل حلويات، يعني انا مره حد قريبي جابها قدامي بجد، كان جايبها بمبلغ محترم يعني. فهي اللهم بارك تحفه ولذيذه وخفيفه جدا جدا، وفي الاكل التحفه كانك بتاكلي يا رب تحسي ايس كريم بالظبط. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله. يا رب تكون عجبتكم.